تصدق ان في فيلم مصري بيحكي قصة كفاح الزعيم مصطفى كامل اللي كلنا درسنا قصة كفاحه ضد الاحتلال الانجليزي ومطالبته باستقلال مصر في مدارسنا، واللي بالمناسبة رغم انجازاته الكبيرة وتأسيسه لجريدة اللواء للدفاع عن حقوق المصريين مات صغير جدا عنده 34 سنة بس عام 1908. فيلم مصطفى كامل طرح بالسينمات عام 1952 مع ضجة كبيرة بالصحف لأنه كان ممنوع من العرض بالعهد الملكي ورفضته الرقابة تماما بسبب مهاجمته للإنجليز، لكن بعد الثورة وافق الضباط الأحرار على عرضه بالسينمات وكان بيتكتب على إعلان الفيلم الجديد بالصحف الفيلم الذي منعه عهد الأغلال وأفرج عنه عهد الأحرار. الفيلم كان من بطولة ماجدة وحسين رياض وأمينة رزق ومحمود المليجي وزينب صدقي، وقام بدور الزعيم مصطفى كامل الكاتب الصحفي الراحل أنور أحمد اللي شارك برضه في كتابة السيناريو. والغريب ان كان مكتوب على أفيش الفيلم لأول مرة الأستاذ أنور أحمد للمرة الأولى والوحيدة على شاشات السينما، فده تقريبا الممثل الوحيد اللي أعلن اعتزاله قبل عرض أول أفلامه، وهو فعلا ما شاركش في أي أفلام تانية بعد كده واكتفى بعمله الصحفي خاصة في مجلة حواء. ضون له الذل والضيم. انت يا استاذ عبد الله نديم يا خطيب الثورة العربية، أين خطبك التي كانت لأحامل السلاح سلاحا ثانيا؟ وانت يا اسماعيل باشا، أين شعرك الذي يفجر الحماسة في القلوب؟ انت اتجننت يا مصطفى. معذرة إذا كنت قد جاوزت حدي. لا يا بني، بالصواب نطقت، ولكننا في محنة. أقلام الأحرار مقصوفة وألسنتهم محبوسة. أنا يشرفني التعرف بيك. أنا محمد فريد. وأنا مصطفى كامل. الواقع يا حضرات السادة أن مصر محتاجة إلى زعيم يتقدم الصفوف ويبعث فيها روح الوطنية. الفيلم كان من إنتاج شركة أفلام المصري وتوزيع أفلام النصر، واتكتب على الشاشة قبل عرض الفيلم إن في العهد الماضي وقت الملكية كانوا ما يقدروش يذكروا اسم واضع قصة الفيلم، ولكن بعد ثورة يوليو هيذكروا اسمه عادي وهو السياسي والمفكر المصري فتحي رضوان اللي تولى وزارة الإرشاد القومي أو الإعلام بعد ثورة يوليو، وله العديد من الكتب وكان معارض في فترة السبعينات ومن الناس اللي تم اعتقالهم في اعتقالات الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981. الفيلم من إخراج أحمد بدرخان اللي شارك برضه في كتابة السيناريو، وكتب الحوار للفيلم الكاتب والسيناريست المصري الشهير يوسف جوهر. الغريب ان الفيلم لحد النهاردة مش بيتم عرضه خالص على اي قناة ولا فضائية مصرية او عربية، وظهر لأول مرة على موقع يوتيوب من 5 سنين بس من خلال الشركة الموزعة للفيلم أفلام النصر. يا ترى حد فيكم شاف الفيلم ده في أي فترة من الفترات؟ ياريت يقول لنا. تصدق دي